ونبدأ بقى ندوق مع بعض ونشوف الجمال بتاعنا عامل ازاي. بصوا، هي طبعا دي عبارة عن كريم شانتيه كلها غرقانة. بصوا انا هحاول اطلع في الطبق اهي، بس عايزة تجمد شوية. نص كوباية دقيق منخول ونص كوباية سكر عادي جدا حبايبي. كده معانا نص كوباية إلا معلقة صغيرة كاكاو. تمام، هنقلبهم كده نديهم تقليبة على البارد، نديهم تقليبة على البارد. وبعد كده هننزل ب3 كوبايات مية، يعتبر ايه ساقعة مش عايزاها سخنة. هنزل بالتدريج كده، هديها تقليبة وهرفعها على النار. بص انا حطيتها على النار، هي خلاص كده جمدت تقلت. نزلت بكيس فانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة ومكعب زبدة، وهديها تقليبة وهنزلها وهشيلها من على النار. كده انا هنزل في الصينية بتاعتنا او الطاجن اللي انتوا هتعملوا فيه، وهفردها كويس وهندخلها التلاجة تبرد. معانا كيس كريم شانتيه، معانا كوباية مية، هننزل بالتدريج شوية وهنضرب بالمضرب البيض. هنزل بشوية تاني واضرب جري. هننزل بالباقي بتاعنا وبرضه هنكمل ضرب لحد ما يتقل معانا. هننزل بتاني طبقة اللي هي كريم شانتيه وهنبدأ نفرد. بس هنزل بس الأول بالكمية كلها بعد كده بتقفل. تاني طبقة معانا فردناها، هدخلها التلاجة تبرد. بعد كده هنزل بتالت طبقة، بس دي لازم تبرد عشان الكريم شانتيه بتاعنا ما يسيحش. كوباية سكر هنحطها في الخلاط، دي تالت طبقة معانا. ومعانا نص كوباية لبن، وهننزل بالزيت بتاعنا سرسوب بسيط قوي واحنا والخلاط شغال. بصوا انا اديتها ضربه في الخلاط، وهنزل بمعلقتين كاكاو، ادي معلقه وادي التانيه، وهنشغل الخلاط وننزل بالزيت بقى سرسوب. بصوا معانا ربع كوبايه زيت، بس احنا مش هننزل بيها مره واحده، هننزل بيها سرسوب والخلاط شغال، سرسوب بسيط قوي. انا قفلت عشان تسمعوا لحد ما القوام بتاعنا يتقل، لغايه القوام بتاعكم المناسب هتقفله. خلصنا تالت طبق معانا، ونبدا بقى ندوق مع بعض ونشوف الجمال بتاعنا عامل ازاي. بصوا، هي طبعا دي عباره عن كريم شانتيه كلها غرقانه. بصوا انا هحاول اطلع في الطبق اهي، بس عايزه تجمد شويه.